ابجريد لللاب ده. تمام، هنعمل له ابجريد. بس لو انت عاوز تشتغل وتجيب جنيه السلام عليكم ازيكم فرحان عاملين ايه؟ طبعا النهارده فيديو جديد. طبعا ما شفتني يا ريت قبل اي شيء تنزل القناه وتفعل زر الجرس تدي لايك. حاجه جميله وتصلي على النبي. حاجه جميله وفيديوهات في كل اخواتي. عندنا النهارده ترويج لسنسل. تمام، تحكي ونروق عليه باذن واحد احد عشان برضو انا بلف اول في الضغط اصور لكم هنضغطه ازاي ونظبطه. هنعمل نسخه لله، وطبعا لاي حد قابلته المشكله دي هوريكم ازاي يحلها. لا 1 2 3 4 يعني هنعمل ابجريد لللاب ده. طبعا انا لسه جايب من اخواتي يعني حاطط له فرش في الارض عشان اظبطه على المزاج. يا شباب الناس الجميله بقى اللي عندي اللي ركز معايا، طبعا اللاب ده هنوصله لحته الجرافيك ازاي. انا يعني ده هنعمل له سلسله عندي في الشانل، يعني هطور خليها في ناحيه ثانيه باذن واحد. خلينا مع بعض واهم شيء صلي على النبي. يلا بينا نشوف هنعمل ايه ونبتدي ازاي. قول بسم الله ويلا. شوفوا انا بقالي كتير الله يكون غصب عني لازم الجهاز كل ده. يلا الكرسي بتاع مطرب ازاي. بصوا وبتراب وزي بص ماشي على ايدي عشان لما اسال دي اللي بتروح المفروض تحت هنا الكيس يا شباب. تمام، طبعا اي حد عنده جهاز جيمنج بيفك طبعا الوش الازاز، بيفك طبعا يا شباب جنب ده اللي هو ظهر الكيسه. تمام، بيفك البتاع من تحت دي هي دي. تمام، بيفك الفلتر اللي قدام هنا هو ده المخرمه دي كده بالظبط. نيجي في وش الكيس برضه بنفك وش. طبعا يا اخواتي كل الحاجات دي انت بتعملها عشان تحافظ على جهازك. يعني بتفوقه زي بتديله دش. بتراعي في التنظيف المروحه دي عشان ما تبص منه. 3 مراوح اللي عندك من قدام بتراعي. طبعا انا لسه هركب مراوح من هنا وهركب خط ار جي بي كده اهو داير ما يدور، وهركب كارت الشاشه. طبعا لما اركب المراوح دي الاول عشان خاطر المراوح اللي فوق دي خاطر يا شباب كارت الشاشه عندي بيوصل درجات حرارته لدرجات عاليه. يعني الماده بتتحط هنا على المعالج هنا برضه ببقى حاططها له انضف الكارت، والكارت بتاعي جديد بس بيوصل الكارت تقيل. الجهاز ده امكانيات كور اي 5 جيل 10 برامات 16 كل حبايه 8. تمام، ار جي بي التردد بتاعها 3500. تمام يا شباب، يعني حاجه محترمه والله. ويلا بينا نقول بسم الله نديله دش يا رجاله. تمام، يلا نديله دش حلو كده بقى ونقول بسم الله. يلا بينا. تمام يا شباب دلوقتي نركب الجهاز باذن الله. مسحت المراوح ومسحت الرامات ومسحت المعالج. برضه المراوح من هنا طبعا الكيسه من هنا الفيش ومسحته كده. طبعا ايه وغسلت كل حاجه وظبطتها اركب وارجع لكم. طبعا يا شباب تعالوا دلوقتي نشوف انا خلصته ازاي وظبطته ازاي لغايه ما ننقل باذن الله فبتاعنا حاجه عظمه. بس اوريكم يعني ده نظام شغل. بسم الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله يبقى عندكم احسن منه مليون في مره، وان شاء الله كلنا نحقق المشي. ما تخليش على بلاك الجميل وتنسى انت مشترك كل ده. يعني انا عامل لك عظمه طبعا ماسيمو. تمام، هوريكم لقطه ليه في اللابتوب الجديد. عندي الايربودز بوز برو 2 اوريجينال يا شباب. مش هقول لكم بقى الحاجات دي وهي ايه المطفي يبقى شكلها عامل ازاي. يلا بينا. بصوا يا شباب جواها مطفيه. طبعا بقى هناك بقى في السيت اب التاني في اضاءات بقى. طبعا بالصلاه على الكريم لو الفيديو عجبكم على بلايكر وتفعيل زر الجرس واهم شيء على النبي. شويه زي ما قلت لكم بسم الله ما شاء الله ربنا ان شاء الله يرزقك بالاحسن. طبعا النهارده يعني شغلنا الحمد لله نظفنا البي سي ووريكم ازاي تنضفوه. تمام، انت بس بتستخدم حاجتين فرشه. تمام، بس تبقى فرشه ناعمه شويه وبتستخدم بلور. ولو انت ما بتعرفش تنضف الجهاز عشان ما تبوظش في حاجه ممكن توديه لاي مكتب صيانه او اي محل صيانه ينضفه لك هو. هتدفع 20 30 جنيه بس بدل ما تبوظ حاجه تدفع لك فيها 500 600 جنيه او 1000 او 2000 جنيه كمان على حسب الحاجه اللي انت هتبوظها انت ونصيبك. تمام، طبعا يا شباب طبعا هنعمل ابجريد لللاب ده. تمام، هنعمل له ابجريد. طبعا يا شباب هنعمل برضه فيه بالصلاه على الحبيب هنرفع راماته. هو رامته 4 كور اي 5 الجيل الثالث. هخليه لكم يشتغل ده. بصوا كل حاجه في الجرافيك باذن واحد. بدل ما تدفع لك مثلا في لاب 30 او 20000 جنيه عشان يشتغل معاك، لا انا هخليك يعني بلاب زي كده سعر متوسط جدا. تمام، طبعا لو حد عاوزين تعرفوا سعره كام واللاب ده واقف عليها بكام يا شباب قولوا لي في الكومنتات وانا هقول لكم ده اللاب ده واقف عليها بكام. بصوا راجل بسم الله ما شاء الله حاله من النوادر، حاله من النوادر يا شباب. ولو عرفتوا سعره هتتصدموا. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لي فيه ويرزقكم بالاحسن
منه باذن واحد. تمام. اما لو عاوز تعرف اللاب ده واقف عليا بكام وعاوز تعرف ايه الابجريد اللي هعمله فيه وايه اللي هنعمله فيه، تابع السلاسل الجايه وتابع الفيديوهات الجايه. وطبعا لو لقيت فيه تفاعل على اللاب بالذات وبالذات خلوه يشتغل معاكم في الجرافيك. لو انت تلعب جيمنج في البدايه برضه خليه يشتغل معاك. بس ده اللاب ده انا جايبه لو حد عاوز جيمنج ما ترشحلوش حاجه زي. بس لو انت عاوز تشتغل وتجيب جنيه اقول لك ازاي بلاب زي كده تدخل من وراه فلوس كويس. شغال بقى فريلانسر، ابورك، معايا مستقل، المواقع دي كلها خمسات، الكلام ده كله. لو انت حابب تشتغل وتجيب فلوس مع الفيديوهات الجايه على باي جميل. شارك في قناه زر الجرس. تابع ستوري الانستجرام هتلاقيني اهو معايا ستوري الانستجرام وانتظر الحاجات اللي هتنزل في قناه الواتساب.